جيو يا خوتي خواتاتي، تشهيتوا شي حاجه للعشاء ما عرفتوا اشنو ديروا. جين نحضروا هاد المقارونيه بواحد لاصوص اللي كيجي خاطر. هنايا غادي نبداو بسم الله على بركه الله، ضروري ما نسميو الله باش هذاك الشيء يجينا لذيذ. خديت هنايا هاد الطنجره وضعت فيها الماء، وضعت فيها جوج معالق تاع الزيت ومعلقه تاع الملح، وغادي نحطها فوق من النار ونخليها حتى تغلى مزيان. خديت هنايا كويسرينه وضعت فيها نص سيطرو تاع الحليب، معلقه تاع البزار، معلقه تاع السكينجبير، معلقه تقريبا كبيره تاع الزعتر، وجوج معالق تاع الدقيق، وغادي نضربهم مزيان. دقيق الفورس نوعيه اللي كتكون مزيانه، وغادي نحطهم فوق من النار مع التحريك المستمر، وكنخليهم حتى كيطيبوا. ضروري ما كنبقى نحرك. هنا من بعد ما غلى ليا الماء راني سيبت هذيك المقارونيه وغادي نخليها تاني حتى كطيب. شوفوا ها هو هذاك لاصوص بيشاميل راه طاب معانا، راه كيجي رائع سالما ديال الباكيه. غير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم. هنايا خديت واحد دانون ياغور طبيعي بدون سكر، غادي نضيفو، راه كيعطيها واحد اللذه اللي كتكون غزاله. غادي تا هو نحركو واحد شويه، ودابا راه بعد ما طابت ليا ديك المقارونيه راني صفيتها، وغادي نضيف عليها واحد شويه غير النص ديال هاد لاصوص، وغادي نحركو مزيان هكا بهاد الطريقه هادي. عشيوه ولا غديوه اللي كتكون خفيفه وسهله التحضير، في 10 دقائق، قل من 10 دقائق كتحضر معكم هاد العشي وما كديناش الوقت بزاف. وهنا خديت هاد اللاطه ودهنتها بشويه تاع الزبده صافي، ودرت فيها هاد المقارونيه اللي عندي. غير نوضي يا اختي خفن زربن، حضري هاد العشيوه ولا الغديوه اللي كتكون لذيذه بزاف. وهنايا خديت شويه تاع القزبر والمعدنوس ورشيتو عليها من الفوق، حتى هو راه كيعطيها واحد اللذه اللي كتكون رائعه، كتجي زوينه. وهنايا غادي نكمل داك لاصوص اللي كنت خليته، غادي نضيفو من الفوق بهاد الطريقه هادي، وغادي نحاول نقادو بهاد الطريقه هادي. غادي نحاول نسرحو مزيان، ودابا غادي نعقب نرش عليه شويه تاع القزبر والمعدنوس، وغادي نخشيه في الفران اللي كيكون شاعل من الفوق لتحت، ونخليه يتحمر ويتجمر لنا على خاطر خاطرو. وهو من بعد ما خرجته من الفران تحمر وتجمر، وما نعاودش لكم على ريحه طالعه منه، راها كتجي لذيذه. الوصفه دابا انتهت، وكنتمنى من الله انها تنال الاعجاب ديالكم، واللي جربها يخلي لنا رايه في التعاليق. راها كتجي لذيذه بزاف، وبصحه والراحه. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وانني نكون عند حسن ظنكم. وشكرا لكم على مشاهدة الفيديو. غير ما تنسونيش من الاشتراك في القناة وبارطاج الفيديو مع الأصدقاء باش تعمل فائدة، وهكا باش كتزيدوا تدعموني كنواصل في هذا المحتوى هذا. ما تنسوش بالفضل ديالكم، راني غادا مستمرة. شكرا لكم على المتابعة وعلى الاشتراك وعلى التفاعل، شكرا لكم من القلب الخالص. كنتمنى من الله أنكم تكونوا دوزتوا معايا فرجة ممتعة، وإلى اللقاء فيديو قادم إن شاء الله.